السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله يوم جديد من الدايت الصحي او الرجيم الصحي. معلش بقالي كام يوم ما نزلتش حاجة، بقالي تقريبا يومين عشان تعبانة شوية. فالنهاردة بقى قلت اعمل لكم فيديو كده ليومي. بس فانا بصراحة ما كنتش ناوية اصور. فاول ما صحيت اخدت خل تفاح. طبعا انا نزلت الطريقة بتاعته وهحطها لكم اخر الفيديو خالص، في الفيديوهات المقترحة، وهحطها لكم برضو تحت في صندوق الوصف. طبعا خل التفاح الفيديو مشروح بالظبط بيعمل ايه، بيحرق الدهون ازاي، وبالطريقة العلمية، واستخدامه ازاي كمان. فاتمنى ان انتوا تروحوا تشوفوه. انا حطيت معلقتين كبار من خل التفاح على كوباية مية، والاحسن انتي تاخديهم قبل كل وجبة. في ناس بتضيف له عصرة ليمون بيجيب نتيجة كمان احسن. وهو بصراحة حلو جدا وفعال جدا. تمام كده. فانا اخدته دلوقتي بجهز الفطار. بصراحة مكسلة اعمل فطار. طبعا ايه، قلت اعمل نسكافيه بحليب وهاخد معاه بسكويت كده، اللي هو ده، لان طبعا مش هاخد حاجه فيها شوكولاته. بس قلت اوريكم الحاجات دي، طبعا كنت شاريها في المشتريات. للناس طبعا اللي هي بتحب تاخد حلويات الصبح او تفطر حاجه حلوه، مش عايزه تحس بحرمان. هنعمل ايه؟ هناخد النسكافيه بتاعنا عادي جدا. ممكن كمان تضربيه تعملوا له فوم، بيبقى طعمه احلى. بس يعني انا بصراحه اليومين دول مش فايقه ان انا اقعد اعمل فوم وكده، فبعمله اللي هو عادي. بحط معلقه من النسكافيه العادي بلاك ده. والناس اللي بيقعدوا يقولوا لي الكابتشينو والنسكافيه بيتخن، لا احنا بناخده بلاك ما فيهوش اي حاجه خالص. معلقه اهي، معلقه مش مليانه يعني عشان برضو ما يكونش شديد قوي. واحط معلقه سكر عادي. طبعا الناس اللي يقولوا السكر وبيتخن وكده، لا احنا قلنا الواحد له، الشخص له معلقتين في اليوم للفرد الواحد. انا بقالي فتره مبطله السكر الدايت، ما بستخدموش الا للضروره يعني. احسن طبعا، مش عايزين نستخدمه كتير حتى لو هو مكتوب عليه ان هو امن. واحط اللبن. انا اللبن دوت حطيت تلتين وحليب، وبقيه الكنكه كنت مزوداها ميه. بيبقى طعمه حلو جدا على فكرة، يعني ما بيختلفش كتير عن اللي هو اللي هو التلاتة في واحد او الكابتشينو كده. ولو كمان عملت له فوم، ضربتي السكر نسكافيه وضربتي اللبن، بيبقى طعمه وشكله احلى. طيب انا هفطر معاه ايه؟ هفطر البسكوت ده، دوت اللي هو الشمعدان. تبع يعني شركة الشمعدان، فيه 3 بيشبع جدا، فانا هاخده الفطار بتاعي. بالنسبة لدول بقى، ده الدايجستيف دوت اللي هو بيبقى فيه شوكولاتة بقى مكتوب عليه بسكويت قمح وشوكولاتة داكنة، يعني صحي، بالقمح والشوكولاتة الداكنة اللي هي الشوكولاتة الدارك. ده لو انت عايزة تاخدي بسكوت بالشوكولاتة طعمه حلو قوي على فكرة. يعني ممكن تاخدي ده بدل ده مع نسكافيه كفطار، لو انت بتحبي الحاجات المسكرة او عايزة تفطري حاجة حلوة بدل ما تعكي وتاخدي حاجة فيها سعرات كتير. بالنسبة للشوكولاتة الدارك، لو انت مثلا فطرانة بيض او جبنة او فول او اي فطار دايت برضو، وعايزه تاخدي النسكافيه او القهوه بتاعتك سناك، بتاخدي النسكافيه او القهوه بتوعك في السناك، وبتاخدي معاهم مكعبين 2 بس من دي. ماشي، اللي هي الكورونا اللايت دي، معلهاش سكر. بالنسبه للبسكوتات، هي كلهم بيبقوا مضاف عليهم سكر او معظمهم يعني. بس دوت طعم السكر فيه مش باين قوي. بس معظمهم بيبقى مضاف عليه سكر. فيعني المفروض ان احنا ناخده مثلا، هو يعني مش هيأثر معاكي خالص، هتخسي انت بتاخديه. بس يا ريت ما نكترش منه، يعني كفايه مرتين في الاسبوع، بالكتير قوي قوي 3 مرات. يعني اكيد مش هتفطري كل يوم حاجه حلوه. وممكن برضو اللي هو زي ما قلنا تفطري فطار عادي. لو عايزه حاجه مسكره، مكعبين من الشوكولاته دي مع النسكافيه او مع القهوه يبقى حلو قوي. يعني ما بلاش مثلا افطر في يوم بسكوت بالشوكولاته واخد كمان سناك يبقى شوكولاته، لا. خلي دي في يوم ودي في يوم عشان ما يكونش سكريات كتير يعني. بس فانا المفروض دلوقتي هاخد الفطار ده كده، ال3 بسكوتات دول والنسكافيه، وهفطر بيهم. وبعد كده ان شاء الله نكمل هنشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي يا جماعة بالنسبة للسناك هيكون تفاحة. انا بس عايزة اتكلم عن موضوع المواعيد. الناس اللي بيسألوني عن مواعيد الاكل ايه، انا مثلا معظم الوقت بفطر الساعة 12 الظهر. طبعا في ناس يقعدوا يقولوا لي الدايت ولازم تصحي الصبح ولازم تاخدي اكلك بدري، وده مش دايت وكده. انا بقول كل واحد يعمل اللي هو عايزه. الفطار الصح مثلا لحد الساعة 10 او 9. ماشي، انا صحيت متأخر، ظروفي كده، ابني سهرني، بنتي سهرتني، اي حاجة بتصحي تفطري. مش هتيجي مثلا تقولي لا انا لازم اصحى بدري. طب هتعملي ايه؟ ما انت مش هتقدري. يبقى معنى كده ان احنا
لو ما بنصحاش بدري ما نعملش دايت او ما نخسش، لا طبعا اعملي في المواعيد المتاحه ليكي. شويه شويه هتلاقي مواعيدك بتتظبط، او انتي حاولي برضو يعني ما تفضليش كده على طول، حاولي تظبطي مواعيدك وصدقوني هتخسي برضو. تمام؟ يعني انتي مش بتاخدي الساعه 12 بالليل، لا دي الساعه 12 الظهر الفطار. وعشان كده انا معظم الوقت كنت اول ما بدات، عشان مواعيدي كانت بتبقى متاخره، كنت بعمل صيام متقطع. ليه؟ لانك انت لما بتاخدي 8 ساعات بس بتاكلي فيهم وبعد كده بتصومي، فده بيبقى حلو جدا. والصيام المتقطع اصلا احلى حاجه ان انت تبداي مثلا الساعه 12 او الساعه 3. تمام كده؟ السناك بيبقى بعده بساعتين، يعني مثلا على الساعه 2 كده بتاخدي السناك. الغدا على الساعه 4. العشاء مثلا على الساعه 8 او 7 بتاخدي اللي هو زبادي بليمون، او لو انت عايزه تاخدي قبلها تفاحه برتقانه، شويه فشار اللي انت عاوزاه. انا نزلت لكم طريقه الفشار من غير زيت ونزلتها لكم مرتين قبل كده يعني. الناس اللي بيسألوني عن اللي احنا بنجوع وكده، نزلت طريقة الفشار. ناس تانية دخلت تقولي الفشار بيتخن ونشويات ومش عارفة ايه. يا جماعة انتوا طلبتوا ان حاجة تشبع، حاجة عشاء يكون بيشبع ويكون صحي. الفشار صحي جدا. ما قلتلكيش خدي 10 معالق، هما معلقتين اتنين ومن غير زيت، فحلو قوي هيشبعك يعني. في ناس بيدخلوا يقول الاكل كتير جدا، وفي ناس يدخلوا يقول الاكل قليل جدا، محدش عاجبه حاجة بصراحة. انا من كتر التعليقات الرخمة يعني مبقاش يجيلي نفسي حتى ابص في التعليقات. فيا ريت يا جماعة كل واحد بس يخلوا باله شوية من حتة الذوق والكلام اللي هو بيبقى فيه كلام ملوش لازمة اصلا بيتقال ومحدش عاجبه حاجة. تمام؟ فانا هاخد السناك دلوقتي. ممكن تاخدي برتقانه، جوافه، اي فاكهه تانية زي ما احنا اتكلمنا قبل. دلوقتي ان شاء الله الغدا. طبعا انا ما عملتش غدا معاكم لان انا بصراحه طلبت اكل جاهز النهارده عشان تعبانه زي ما قلت لكم، مش عارفه اعمل حاجه. فالنهارده الغدا هيكون كفته مشويه وسلطه طبعا خضر اهو، ومعاهم ربع رغيف. العيش ده عيش قمح بس كبير شويه فاخدت ربع. انت عاوزه تاخدي نص خدي نص، اللي هو لو بلدي خدي نص. تمام كده. الاكل طبعا اهو، سلطة وبروتين ونشويات. انا قلت لكم ما نمنعش نشويات برضو. بالنسبة برضو لخل التفاح اخدت معلقتين على كوباية مية. لو انت حابة تاخديه الصبح بس مش مشكلة، خديه الصبح بس. بالنسبة للناس اللي يقولي مثلا ناخده قبل السناك، لا طبعا مش هتاخديه قبل السناك، هو بس الوجبات الرئيسية. في ناس برضو قالوا لي احنا مش بنتعشى. ماشي، انت مش بتتعشي برضو، مش هتاخدي خل تفاح يعني خلاص ما بتتعشيش، هتاخديه ازاي؟ هو قبل الوجبات الرئيسيه، فطار غدا عشاء. مش بتتعشي وبتاخدي مثلا زبادي بليمون، فكفايه قوي قوي الليمون اللي على الزبادي، ما تاخديش تاني خل تفاح. ده عشان نكون متفقين، لان انا جالي اول ما نزلت وصفه خل التفاح قايله قبل كل وجبه، في ناس قاعد يقولي طب احنا مش بنتعشى ناخده ازاي في العشاء؟ طب اكيد مش بتتعشي يبقى اكيد مش هتاخديه يعني. تمام. بس فده الغدا بتاعي. طبعا احنا لو هناخد مكرونة او رز هناخد برضو 5 معالق. الناس اللي بتحب تاخد نشويات كتير زي الرز والمكرونة خدوهم مسلوقين. الرز ما تحطيش عليه اي زيوت ولا اي سمنة ولا اي حاجة، حطي بس الرز والمية. شوحي الاول الرز كده في الحلة سواء تيفال او حاجة، وبعد كده حطي المية وكده يعتبر رز مسلوق، خدي منه الكمية اللي انت حباها. بس فده ان شاء الله يكون الغدا. انا عن نفسي ما بتعشاش، يعني ممكن اخد زبادي بليمون بس. ولو اتعشيت ممكن شويه فشار، لو في ترمس، شويه خضار، ثمره فاكهه. فبس ده بيكون الغدا. وبعدها على طول يعني ممكن مثلا باخده متاخر شويه على الساعه 5 6، وقبل النوم باخد زبادي بليمون بس. اخر حاجه ان شاء الله النهارده هي الزبادي طبعا زي ما اتعودنا. مفروض ان انا باخده زبادي بليمون. النهارده هاخد زبادي بس لان انا من شويه ولسه واخده مشروب يعني اللي هو الزنجبيل بالليمون، علشان طبعا زوري وجعني شويه. فقلت اكتفي كده بالليمون كفايه، واخده خل تفاح النهارده فعشان برضو ما يتعبش المعده. بس هاخد زبادي فقط. انتي بقى في العشاء لو انتي بتجوعي وعايزه تتعشي عشاء تاني، لان في ناس كتير قوي بيقولوا لي احنا زهقنا من الزبادي، انا مش بقول لكم خدوا زبادي. انا ممكن اكون بحب اخده عشان خفيف وعشان بكتفي بوجبه الغداء، باخدها متاخر شويه. فانتي ممكن تجيبي جبنه قريش تقطعي عليها خضار بقى، خس، جرجير، بقدونس، خيار، اللي انت حباه. اهم حاجه يبقى خضار اخضر احسن طبعا وصحي اكتر. وبتاخديه وتحطي ممكن نقطه زيت زيتون صغيره. بيبقى طعمها حلو قوي، هتشبعك وكليها. بس وكمان لازم طبعا نشرب ميه خلال اليوم. في ناس بيقولوا لي احنا ما بنشربش ميه ووزننا ثابت. طبيعي يا جماعه، عشان انت ما بتشربيش ميه، الميه بتعالج ثبات الوزن. كمان ان انت تغيري النظام من وقت للتاني، ما تفضليش ثابته على نظام معين، ده برضو بيخلي الوزن ما يثبتش. لو انت بقالك فتره او اول ما بدأتي ما كنتش بتلعبي رياضه، طبيعي ان انت بعد شويه
وزنك هيثبت لازم تبداي تعملي رياضه. ولا احسن بقى ان انا بقول لكم يعني بعد شهرين من الدايت تبداي تعملي رياضه، بحيث ده هيساعدك على علاج ثبات الوزن، لانك اول ما بتبداي بتبقي كده كده بتنزلي طبيعي. بعد شويه بقى بتحتاجي تغيري شويه، تعملي رياضه، تقللي النشويات، تغيري نظامك شويه. فاهمين قصدي؟ بس يعني ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان هو يعجبكم، ويا ريت محدش يتضايق ان الصوت واطي لاني تعبانه بجد النهارده قوي. واتمنى ان بقى ان انتوا تعملوا لايك، لاني والله العظيم ما حبيتش ابعد عنكم وعملت فيديو وانا تعبانه، فاعملوا لايك للفيديو واكتبوا لي كومنتات حلوه تحت. اشوفكم على خير والسلام عليكم.